الامتحان بكره. الشاب المصري هو الوحيد في العالم اللي من كتر الحرمان بيحتفل بعيد الحب مرتين. لو العالم كله بيحتفل بيهم 14/2، المصري قال لك لا لا ما ينفعش معايا، لا 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 انا هحتفل بيهم 10/11. هحتفل بيهم 10/11. مش بس كده، قال لك لا انا كمان هحتفل معاكم في اليوم العالمي. هحتفل معاكم في اليوم العالمي ما ينفعش معاه مرة واحدة، يعني ما بتعملش حاجة خالص. فعشان كده بيحتفل مرتين. انا عندي مشكلة مع الهدايا او مع الناس اللي بتجيب هدايا. بص يا معلم، نصيحة اخوية، بلاش. اوعى تجيب لصاحبتك هدية، اسمع مني. اوعى تجيب لها هدية، لان هي هتاخد الهدية هتديها للواد اللي بتخونك معاه. انت مش هتعرف ده دلوقتي لان انت مغفل، هتعرف ده بعدين. تمام؟ فبلاش هدية، بلاش هدية. والشاب المصري بقى اكيد بيجيله هدية. الشاب المصري اكتر شاب في العالم بيجيله هدية في عيد الحب، لان هو غالبا بيبقى مرتبط ب 10 15 واحدة. فكل واحدة بتجيب له هدية ممكن يفتح محل هدايا بعد عيد الحب، قشطة. وبلاش بقى الهدايا القديمة اللي هي جو التلاتينات، اللي هو قلوب حمرا ودباديب حمرا، واحنا عارفين كويس ايه الا حمرا. تمام؟ ففكس الجو القديم ده. انا عندي مشكلة مع الناس اللي هي او البنات والولاد اللي في سن 13 لحد 16 سنة. يا جماعة الجيل ده غريب جدا. تلاقي الولد والبنت متصورين وهو حاضنها وهو ماسك ايدها، تمام، ويقول لها كاتب لها بقى مقال كده جنب الصورة: حبيبتي يا حبيبتي يعني انا بحبك قوي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا انت ايه ده انا وانا في سنك ما كنتش بعرف بعمل بيبي ازاي، ما كنتش عارف اصلا يعني بطلع منين. هي جت كده صدفة عرفت. فايه اللي انت عامله في يعني حسوا بمشاعرنا يا جماعة، احنا عندنا 21 سنة وسنجل. وبعدين بقى يفكس جو: يا حبيبتي انا معيش فلوس يا حبيبتي اجيب لك هديه، فهديتك خد ده. لا انت معاك فلوس وكل يوم بتفرط سجاير ام من الكشك، وكلنا عارفين الحوار ده. وبعدين عيب، يعني الحضن ما مش هينفع تديها حضن لان عيب، لان احنا في مجتمع شرقي. احنا في ايه؟ في مجتمع شرقي، هاي واخد بالك؟ فنهدى شويه نهدى شويه. وانا عندي رساله لكل الناس السناجل اللي زيي: يا جماعه اقسم بالله احنا زي الفل، احنا كويسين قوي. انت بتوفر فلوسك، بتوفر صحتك، بتوفر ذنوبك تاخدها في حاجة مفيدة. فيلا الحمد لله. انا بحب الارتباط قوي، عايزة ارتبط.